لو سامع الفيديو والأنوار مطفية افتحها دلوقتي، ولو حسيت بأي حركة وراك ما تبصش، اعمل لايك وفولو دلوقتي عشان لو الفيديو اختفى تعرف ترجع له. اسمع للآخر، لو عندك الشجاعة يلا نبدأ. كنت فاكر إن أسوأ حاجة في النوم هي الكوابيس لحد الليلة اللي اكتشفت فيها إن في حاجة أخطر من الحلم، حاجة بتحصل وإنت صاحي ومش قادر تتحرك. كنت نايم عادي جدا، تعبان من الشغل، دماغي تقيلة، عيني بتقفل غصب عني، وفجأة حسيت إن في حد دخل الأوضة من غير ما الباب يتفتح. حسيت بخطوات تقيلة على الأرض، مش خطوات بشرية، صوتها كان زي سحب شيء ميت على الأرض. حاولت أفتح عيني، ما قدرتش، حاولت أتنفس وكل نفس كان أضيق من اللي قبله. جسمي اتجمد بالكامل وقلت لنفسي ده جاثوم. بس المرة دي ما كنش زي أي مرة قبل كده. في حاجة كانت واقفة عند رجلي السرير، مش شايفها بس حاسس بيها، وكأن في عينين سودا بتقطع الضلمة وبتراقبني. عرفت إنها شايفاني وما بتبعدش، كل ثانية بتحاول تقرب أكتر وأكتر، والهوا بقى تقيل كأنه بيملى صدري. رمل. حاولت أحرك صباعي، رجلي، إيدي، رقبتي، مفيش حاجة بتستجيب. كأن جسمي مش جسمي، كأنه جثة والوعي محبوس جواه. سمعت صوت نفس مش بتاعي، اتأكدت إن في حاجة واقفة جنبي. حسيت ببرودة بتزحف من عند رجلي وتطلع على صدري كأنها يد ميتة بتجس نبض الصوت قرب.